مرحبا بنات، شلونكم حبايب؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. شلونكم بنات؟ شخباركم؟ يلا تعالوا اليوم نسوي اطيب لحمة بعجين، وراح نبدأ وياكم ان شاء الله اليوم بخطواتها وكلش سهلة وطيبة، وناخذكم بيومنا وبروسينا. بنات هنا أنا شنو عندي صدر دجاج انا ثرمته ناعم وحمسته على بصل، ومثل ما شفتوا هذا يعني ثوم عندي انا مجمدته همتين خليته عليها، وهنا عندي فلفل اني مجففته يعني حار همتين خليت عليها، خليت فلفل اسود همتين، وخليت شوية يعني هذا الفلفل المجفف. بنات هاي الاكلة كلش طيبة وسهلة يعني تسويها، تحبين تسوينها للعشاء تحبين تسويها للغدا براحتك، وتصير طيبة يعني باللحم وبصدر الدجاج. طبعا هنا شوفوا عندي هذا الثوم اللي مجمدته اني، طبعا هذا الثوم سويته يعني مال العام، يعني ما شاء الله لحد الان هو عندي وجاي استعمله. طبعا اول مرة اجرب يعني اخلي الثوم وياها، بس بنات انطاها طعم كلش طيب. طبعا هذا الثوم اني يعني هرسته بالمحضرة مال الطعام وخليت عليه زيت. طبعا هذا الثوم يعني يجي اللي ينزل موسمه، يعني يمكن هسه هم يعني موجود هسه يعني موسمه، تسوونه بالمحضرة وتخلون عليه زيت وتخزنونه يعني يكفيكم سنة واكثر، يعني كلش طيب هماتين يصير عندكم تستعملون للصلصات للمرقة كل شي. يعني هنا بنات خليت طماطة ثرمتها ناعم وخليتها، طبعا الطماطة تصير كلش طيبة بيها. راح اخلي الطماطة هم شوية عندي تذبل، وراح اخلي عليها بنات هماتين فد خاشوقتين معجون. واكو شغلة راح اسويها هم راح اخليها راح تتعجبون تقولون يعني شلون يصير هيج، بس لا انا جربتها هالمرة وطعمها صار كلش طيب. فهسه راح تشوفون ايش راح اخليه. طبعا هاي بنات خليت تقريبا خاشوقتين معجون، وعندي شو اسمه نعناع، عفوا بنات ريحان مجفف هماتين عندي هم خليته، هيجي تاكلونه تحسون طعم يعني عبالك طعمه فريش يعني جديد، هيجي طعمه يعني طالع طعم كلش طيب. طبعا هالمرة اني هاي الخلطة سويتها غير، يعني ضفت لها الريحان المجفف، وبنات خليت هيجي رشة شكر شوية، انطتها طعم يعني قلبت كل النكهات اللي بيها، كلش صار طعمها طيب. فانتو جربوه والله ابد متى راح تندمون. شكر شوية، وخليت مثل ما قلت لكم نعناع المجفف هم انطاه هيجي طعم يعني كلش طيب. هذا النعناع المجفف خليته، طبعا انا جففته قلت يعني مرات اخليه هيجي رشة على الزلاطة، والله حتى ناسيته، بس والله طعمه كلش طيب قلت منه هيك يعني هواي اكلات راح استعمله. وهنا يا بنات اجينا بفقرة العجين. طبعا هاي اللحمة بعجين تسوونها يعني بالعجين العادي شلون يعني عجين مالت الخبز، بس بنات ما شاء الله هذا الشهر جاينا طحين يعني شلون تقولكم صفر والله الحالة، يعني طحين ما شاء الله يسوي واحد الواحد يعني يقوم يسوي. انا كل مرة طبعا اسويها بعجين الصفر يعني طحين صفر، بس هالمرة لا والله سويتها بهذا الطحين مال الحصة، اجانا طحين يعني ابيض حيل. وبلش انا طبعا راح اعجنها واخليها تختمر، ومن تختمر ان شاء الله راح نشتغل باللحمة بعجين. الحلو بيها هاي يعني لحمة بعجين سوونها يعني مثل ما قلت لكم عجينة مالت الخبز. طبعا يا بنات احب ارحب بالمشتركين اللي انضموا لنا لقناتنا واقولهم كل الهلا، وان شاء الله تكبر بيكم قناتنا. واشكر كل وحدة تخلي تعليق حلو وتخلينا لايك، شكرا لكم وشكرا لدعمكم إن
شنو يا بنات، منو تحب العجين؟ طبعا يا بنات اذا العجين يعني الطحين زين، واذا تخبزون يعني على الكهرباء والكهرباء هم زينة، يعني احلى يعني اجواء تصير بالشتا تخبزون هاي. بس اذا الطحين مو زين والكهرباء مو زين لا والله ما انصحكم. بس والله بالشتا يعني انا احب الخبز بالشتا، حلو يعني مو مثل الصيف تصير حارة والطحين مالكم اذا يجيكم سيال وهاي فلا والله. بس هسه الطحين ما شاء الله زين. طبعا بنات اني اعجنها واخليها شوية مي واتركها يعني هيجي مرتين ثلاثة ارجع عليها، هيك العجينة تصير عندكم مثل الحلاوة، يعني ما تبقى بيها هاي الكتل وتضوجكم. شوية خلوا عليها مي واتركوها وغطوها مي دافي، يعني خلوا لها مرة واحدة مي، تجون تلقون هيك عندكم ذايبة وصايرة ناعمة وعجينة تجنن، حتى ما تعبكم يعني. فاني تقريبا عدت عليها مرتين او ثلاثة فصار عندي ما شاء الله عجينة حلوة. وهنا يا بنات كلمة عندنا شوفوا هاي الحشوة مالتنا، يبقى هيك شوية تخلون يعني بيها صلصة شلون يعني السوائل، الطماطتين خليناهن والمعجون، وخلونا نحضر نبلش نشويه. وهنا طبعا العجينة مالتنا عندنا اختمرت. واني شنو يا بنات، طلعت التنور الكهربائي، وهاي النوع من المعجنات تصير كلش طيبة وسهلة عندكم يعني من تسوونها بالتنور الكهربائي. هنا يا بنات اني خليت سيليفون يعني غلفت التنور وشغلته خليته يعني يحمى، واني قعدت هنا أنا حلوة القعدة بالطرمة، قلت راح اشويهن على راحتي واللي يبقى من عجن هم راح اخبزهن. فهنا اني ويعني تشوفون تسوونها مثل الشونقة وتحشونها وتخلي شوي ترتاح وتفتحونها يعني بالزيت حتى زيت ينطيها هيجي لمعة وسيطرون عليها. فهنا التنور اني يعني طفيته، ورا ما حميته طفيته وهسه اني بديت اخلي بيهن. بهاي الاثناء بهاي الاثناء اني وصف يعني مرتاحة، تنور حميان وقاعدة قاعدة حلوة، وما احس الا التنور ملحس ولا نس، الكهرباء انطفت يعني هي حمية واحدة وانطفت. فاني قلت شلون والله هاي مو خوش مشكلة هاي، يعني اني حابتهن اسويهن يعني يجي قاعدة وهاي حلوة مشتهية يجي قاعدة واشويهن بالتنور الكهربائي. فسبحان الله ما قاس منه، اني خليتهن كلهن وكملت يا بنات اجيت على الكهرباء شو ابوع تنور صنته دا شغلة ماكو، الكهرباء انطفت. فقلت الحمد لله اني مخلية سيليفون يعني جوا حتى شنو اقدر اشيلهن واخليهن يعني تبسي واروح جوا. شوفي شلون يلا عادي. هم زين يعني قلت انا مخلية يعني سيليفون كل مرة لا اسويهن يعني قبل على الصينية. فهيك مجرد شلت السيليفون خليتهن بهذا التبسي وخليتهن بالفرن. شغلت الفرن طبعا حميته، قلت ما مقسومة لنا نسويهن برا. وعندي هنا المجموعة الثانية هم حشيتهن يا بنات وخليت جواها زيت حتى ما يلزقن عندنا. يعني هنا أنا هاي الأول صينية عندي دا تشوي، والباقيات مثل ما شفتوا يعني حشيتهن وانتظرتهن يرتاحن هماتين ارجع انه بخليه بالفرن. بالفرن هم يصير عندكم يا بنات وهم يجنن عندكم، بس بالتنور الكهربائي شوية حرارته اقوى ويحمى تحسونها تصير اطيب يعني تنفش وياكم هماتين. شوفوا لي هنا انا اخذت هاي التحميصة بس بعد يرادلها بعد النوم شوية. وهنا كملت عندنا اول صينية، راح نفرقها واخلي بمكان هماتين الباقيات. طبعا يا بنات ما احكي لكم على الطعم اللي صار اللي انطانا اياه النعناع. انا كل ساعة اقول النعناع، هو مو نعناع هو الريحان، الريحان والشكر اللي خليته شوية ويا الصلصة هيك انطاها طعم يعني كلش طيبة. وتقدرون يا بنات همات اذا عندكم جبن جبن موزاريلا او شي هم تقدرون تخلون وياها وتحشوها تصير عندكم طيبة. هنا خليت الوجبة الثانية هم افتحهن بايدي وهن هيك مرتاحات مثل ما تشوفوهن، وخليهن شوية زيت مع الوجه حتى ينطينا هيك اللمعة حلوة.
وهنا شوفوا لي كملنا ما شاء الله، صارت عندنا خير ونعمة من رب العالمين. طبعا صارت عندي هاي الصينية كملناها، شوفوا لي بس شوية على الإضاءة يعني ما تبين عندكم يعني بوضوح، بس الطعم والريحة فايحة جنن والله صارت. وقد عندي هنا 4 قراص خبز، شوفوا لي بياض الطحين ما شاء الله. هنا أنا بلشت أخبز. هاي اللي ما عندها خبز وصار وياها الكهرباء تطفي وما عندها تنور غازي، جبت لكم هاي الفكرة يا بنات. احموا الصينية مالت الفرن واقلبوها على الجهة، يعني اقلبوها بالعكس واحموها وشغلوا الفرن عليها من جوا ومن فوق، يطلع لكم خبز يجنن. طبعا هاي الفكرة اللي اللي ما عندها يعني يصير وياها مثل اليوم شغلتي اني من طفت الكهرباء ورجعت على الفرن. شوفوا لي النفشة شلون صارت، قد ما تحمون الصينية تعطيكم هاي النفشة الحلوة ويصير عندكم خبز يجنن. طبعا هاي خبزاتي الصغنونيات. ويلا يا بنات خلينا نكمل غدانا. طبعا اليوم حبيت اسوي لهم هيجي غدا، يعني مو يومية تمن ومرقة، يعني يحبون هاي الاكلة يعني ناكلها بالغدا. فشوفوا لي هاي الصينية للشهي، وسهمنا وسهمكم الف عافية ان شاء الله. طبعا هو بس الشكل صار يشهي، فاكتبوا لنا رايكم شنو رايكم اليوم بغدانا. وهنا سويت زلاطة خس وطماطة وخليت عليه شوية طرشة من فوق، وشي اكيد هاي الاكلة لازم وياها البيبسي. فحضرت هنا همتين قلاصات، بس لو بالفرن يعني الكهربائي كان شفتوا النفشة مالتهم يعني بعد اكثر. بس كلش كلش طيبات والله صارن يا بنات. لهنا يا بنات نقول لكم خلص فيديونا لليوم. ان شاء الله حبيتوا، اريدكم تتفاعلون ويانا وتخلونا لايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الحلوة، وفعلوا جرس اشعارات اذا شفتوا ما مفعلينه. وكل الهلا ومرحبا بالمشتركين اللي نوروا قناتنا، وان شاء الله يا رب تكبر تكبر بيكم اكثر واكثر. مع السلامة.